يابا السلام عليكم. شي اكيد المتكلم ظالم 60 سبع الكوت وعلي. نجيب لكم هذا البلبوص ابن البلبوص علو ابن الكرادة. هنا فتحت بيه جروب، طبعا طلبته 60. الحكم ذي بالاحواز يا بعد روحي. المهم هنا رجعت ابول مايك، ثاني مايك 3 مايكات. يلا هو هنا جانب مايك. المهم شنقلنا احنا واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية، شنقلين وتسعة وعشرة. هنا نزل عليه اول نقطة سبب يعيد بالشدات. المهم يا بعد روحي مشنقلين. هنا نزل عليه النقطة الثانية كذلك يعيد بشدات، وهنا مشنقلين يا بعد روحي. وهنا النقطة الثالثة هم يعيد بشدات يا بعد روحي. و19 مايك وهو الولد خضع. الحكم هنا قال له يقطع، ما انا كسرت مايك وسمو. يا بعد عمري المتحدث والمتكلم على المايك مهيدي ذي بالاحواز، النسخة الاصلية وليس المستعارة يا بعد قلبي. جبنا لكم شد بصمة ما بين الابطال علوش بن الكرادة وظالم 60 سبع الكوت يا بعد قلبي. نقول تم خضوع وركوع، تم خضوع وركوع علوش بن الكرادة على يد ظالم 60 سبع الكوت يا بعد قلبي. ارجع واعيد، تم خضوع وركوع علوش بن الكرادة على يد ظالم 60 سبع الكوت يا بعد قلبي. يا بعد قلبي سبب الخضوع يعيد بالشد ماله، وصار عليه 3 نقاط نلس يا بعد قلبي. سيرك شو حكم اساسي ذي بالاحواز. وثاني شي الولد ما كسر مايك 30 قبل، نزل 18 مايك هم خرط. المهم هنا هم نزل بيه كيبورد، يعني خضوع ثاني كيبورد. سلام عليكم. شي اكيد المتحدث ذي بالاحواز شخصيا. جبنا لكم شد بصمة ما بين الأبطال علوش بن الكرادة وظالم 60 سبع الكوت. تم خضوع وركوع علوش بن الكرادة على يد ظالم 60 سبع الكوت. سبب الخضوع 3 نقاط من قبل من رقبة يا بعد قلبي حكم أساسي ذي بالحواز يا بعد عمري. وتحياتنا للحكم ذي بالحواز، وتحياتنا للخصم علوش ابن الكرادة يا بعد عمري ودبل شو. كان المتحدث ظالم 60 سبع الكوت مع الصفريخات الواتساب والمازنجر.